السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي فصل الشتاء. أعمل إيه مع الحمام في الشتاء؟ الحمام يا جماعة زيه زي الإنسان بالظبط، بيسقع، ودرجة الحرارة دي بالنسبة له حاجة مؤلمة جامد. لما درجة الحرارة بتنزل بصراحة الحمام بيتبهدل أحلى بهدلة، وكمان بيجي عندك أمراض تنفسي وأمراض نزلات برد، وبيحصل عندك التهابات في الجهاز التنفسي. الحمام لازم، سبحان الله، هو مخلوق متعلق برقبتك، وربنا خلاه تحت ايدك عشان تحافظ عليه. ما جيش انا في الحمام احطه مثلا تحت على الارضيه كده وخلاص، والجو سقعه والدنيا تعمل فيه والدنيا تسقع عليه. لا، بص كده، انا هوريك العشه بتاعتي انا عامل فيها ايه. الغيه بتاعتي او العشه بتاعتي، اول حاجه العشه متقفله من فوق بمشمع اهو، متقفله بمشمع من المشمع التخين اللي هو بتاع اللوحات اهو، متقفله فوق خالص. ده بالنسبه للشتاء، ما عليهاش، ما فيش حته مواربه، انا مقفله على قد ما اقدر. حتى الفراغات اللي هنا مقفلها اهي، حاطط فيها بعض حاجات، مقفل الفراغات خالص، مش مخلي اي هوا يخش، اي تيار هوا يخش، ما عدا بس حاجه بسيطه اهي فوق الباب دي للتهويه اهي، شبكه يا دوب بتاع نص متر كده للتهويه، وقافل عليها بباب. يعني انا دلوقتي قافل، ادي الغيه بتاعتي اهي، او اصور لكم بس. الغيه بتاعتي اسماء، الاسماء اللي مكتوبه على الباب دي اسماء بناتي يعني، ربنا يخليكم. ادي الباب اهو، باب الغيه مقفول، الغيه او العشه يعني اللي انت بتربي فيها الحمام او الاوضه مقفول، في حته بس بتاعت نص متر محطوط عليها شبكه دي للتهويه، عشان المكان ما ينفعش يكون مقفل عليهم جامد. بعد كده محطوط عليها مشمع اهو، مشمع كله داير ما يدور عليها، مشمع عشان الشتاء اهو زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده انا هفتح الغيه اهي اوريها لكم من جوه. ايه بقى اللي انا بعمله في فصل الشتاء؟ اول حاجه يا جماعه، ما اسيبش الارضيه العاديه دي ما ينفعش اسيبها. ليه؟ الارضيه حرام عليك، الارضيه بتبقى مسقعه تلج، اللي هي الخرسانه الصبه بتاعت السطوح. الخرسانه عاليه خالص وسقعه جامد بتعمل. في اول حاجه بفرش كراتين، يعني انا بص معايا كده اهو، فارش ايه ده؟ كراتين عاديه هاتها من اي بقال. هتفرش الارضيه بتاعه العشه بتاعتك او بتاعه الغيه او بتاعه الاوضه بتاعتك كراتين. بعد فوق الكراتين قش الرز. القش فوق الكراتين بيعمل عمليه تدفئه جامده اهو، زي ما حضراتكم شايفين. الغيه من جوه برده مقفله جامد اهي مقفله من جوه، مش هتلاقي فيها ايه حتت مهويه او حتت عامله تدخل بالنسبه لتيار الهواء. الحمام متقفل عليه جامد اهوت. بعد كده زي ما قلت لحضراتكم، الارضيه مفروشه كراتين اهي، كراتين، وفوق الكراتين قش. يبقى انا بفرش فوق الكراتين قش. ليه بقى؟ تفضل الحمامه سبحان الله محافظه على الدفى بتاعها. الحمام هو ربنا عامل له الريش صحيح عشان يدفيه كده، بس بيسقع. لو في تيار هواء هيعمل لك امراض تنفسيه، انت في غنى عنها، انت في غنى عن الامراض التنفسيه دي. يبقى انا اهوت بفرش قش كراتين، وبعد الكراتين بحط قش. طيب تاني حاجه ايه بقى؟ تاني حاجه بالنسبه للحمام العسل الاسود اهو. يعني ده برطمان عسل اسود انا بجيبه في الشتاء، اول ما يخلص لازم احط على طول منه. هتجيب لك نص كيلو عسل اسود ولا حاجه اهو، عسل اسود، بحطه في سقايه الميه اهي، وبحط عليها العسل الاسود. ليه بقى؟ العسل الاسود سبحان الله هو بيعمل عمليه دفى كامله للحمام. يعني العسل الاسود بيخلي الحمام يتدفى خالص. يبقى انا بحط عسل اسود كميه بسيطه على السقايه، يعني بتاع مثلا 10 سم ولا حاجه على سقايه الميه كل يوم. فتره الشتاء او الايام اللي الجو بيبقى فيها ساقع. يبقى خليكم معانا. اول حاجه العشه بتاعتي تكون متقفله تقفيله كويسه، الغيه بتاعتي. تاني حاجه بفرش كراتين، وفوق الكراتين ديت قش رز عادي. اللي ما عندوش قش ممكن يفرش تب، ممكن يفرش نشاره. بس انا بفضل القش يعني بيعيش معايا وكويس خالص الحمام، والحمام بصراحه بيبقى مستريح عليه. بعد كده قلنا بنحط العسل الاسود على الميه. العسل الاسود بيدفي خالص وبيخلي الحمام بسم الله ما شاء الله مناعته حلوه ودافي خالص. طيب بعد كده ايه بقى في فصل الشتاء لازم اعمله؟ الكلفه المتوازنه. يعني برميل الكلفه بتاعي اهو، الكلفه المتوازنه اللي فيها نسبه عاليه من البروتين اهو حضراتكم.
انا اوريكم الكلفه بتاعتي اهي. كلفه فيها نسبه عاليه من البروتين، يعني حضرتك شايف فول نسبه بروتين عاليه، بسله نسبه بروتين عاليه، نسبه بادي فراخ، انا بحط بادي من بتاع الفراخ العلف ال21%، نوع نظيف، نوع كويس، يكون صلاحيه جديده، يعني يكون لسه جديد، وبحط بنسبه بسيطه عشان العلف ليه مخاطر جامده، وبحط نسبه عيش، يبقى ذره عويجه وغله وفول وذره عادي، الذره اللي هو الشامي الحبايه الصفراء، ما تحطش الحبايه البيضاء خالص، الحبايه الصفراء، والفول والبسله. الكلفه المتوازنه اللي فيها نسبه عاليه من البروتين، وبحاول اكتر من البروتين في فصل الشتاء، يعني انا بكتر من الفول والبسله في فصل الشتاء عشان يدفوا الطائر، يبقى برضو لازم الكلفه المتوازنه. لما الحمام بياكل كلفه كويسه في الشتاء، كلفه مغذيه، بسم الله ما شاء الله، بيفضل معاك الحمام كويس خالص، وبتلاقي صحته كويسه. ليه بقى؟ لما انت الاكل ده سبحان الله عمليه دفى للحمام، الاكل بيعمل عمليه دفى للحمام. انت بتاكله اكل كويس والمكان اللي جوه دافي، يعني انا قاعد جوه اهو في العشه والله، زي ما اكون قاعد في البيت عندي جوه، الحمام متدفي وكويس وقاعد واخد راحته، فرشته كويسه اهو، الحمام كله فرشته كويسه، قاعد مكتر له في الفرشه، واي فرشه بتتبل عندي بغيرها على طول. يعني انا في فصل الشتاء ما بكنس، ما بنضفش للحمام، زي ما بحط له على الفرشه القديمه وبخليها على طول ناشفه. الحمام بسم الله ما شاء الله، تبص تلاقي صحته حلوه، وتلاقيه ايه كويس معاك، ومناعته كويسه. لازم الحمام يتغذى معاك كويس، والحاجات الاساسيات اللي انا قلت عليها دي لازم عندك بقى. اهي في الزغاليل دي اول ما تلاقي مكانها بدأ اللي هو تحس ان المكان طري او فيه زبل مكان الفراخ، غير له العش على طول، وحط له شويه قش جداد. لازم تحط للحمام شويه قش جداد، بحيث ان الحمام الفرشه بتاعته تكون ناشفه، الزغاليل يكون الفرشه بتاعتها ناشفه. سبحان الله، دي حاجه بتاعت ربنا ولازم انت تحافظ عليها. الحمام بص، الحمام واخد راحته ازاي، المكان دافي والمكان كويس. انا بحاول احط له في الجناب بتاعت الغيه طوب يقف عليه. ليه؟ بيعمل زي نظام سيطره كده في المكان. كل قدام عشه كده احط له طوبتين، كل قدام عشه احط له طوبتين، بيقف عليها. لو عايز يكسر برضه يكسر عليها، ياخد راحته في التكسير. زي ما قلت لحضراتكم، فصل الشتاء يا جماعه عشان انت ما تشتكيش من الامراض، يعني الوقايه خير من العلاج، الوقايه خير من العلاج. انا دلوقتي لما بفرش له فرشه كويسه، هو واقف دفيان، رجليه مش تحتها رطوبه، هو كده بسم الله ما شاء الله، هو يعني واخد راحته ومتدفي، فيديك انتاج على طول ماشي. ما اجيش انا مثلا ان انا احط له على الارضيه، ما تحطش الحمام على الارضيه الصلبه. الارضيه الصلبه اللي هي الارض السطح العاديه، هيقف هيسقع منك، هيبقى عرضه ان هو ياخد لطشه برد. الحمام كده هياخد منك لطشه برد. مكانه متدفي، مكانه كويس، صحته كويسه، هو كده انت ان شاء الله هتعرف تاخد منه حمام، وتعرف ان انت تستفاد منه. اما انت عشان تسيب الحمام، بص الفرشه تحت الحمامه، بص الفرشه قد ايه اهي، هي كده متدفيه وواخده راحتها ومتظبطه خالص. تقوم ربنا يكرمك ان شاء الله تلاقي الحمام متدفي. قلنا برضو لازم تحط نسبه بروتين عاليه، الكلفه بتاعتك تكون متوازنه فيها كذا عنصر، ما تحطش حاجه واحده، لا كتر في العناصر ديت، والفرشه تكون كويسه، والعشه متقفله، دي برضو كويسه. في حاجه برضو انا بحاول، بصوا حضراتكم، دي لمبه نور. في ناس قليل لما بتحط نور في الغيه، لا انا بحط نور في الغيه، بولعه بالليل ساعتين 3 بالليل. ما تولعش النور طول الليل، يعني لمبه النور دي ما تولعهاش طول الليل. ليه؟ عشان لو ممكن يحصل عندك حاجه اسمها افتراس، الحمام يضرب في بعضه، يكسر في بعضه، ليله يبقى الدنيا قايده والنهار قايد. فهو الحمام لا، لازم ربنا خلقه زينا، لازم يكون المكان مظلم، مثلا على الاقل 6-7 ساعات او 5 ساعات المكان مظلم، يبقى ضلمه يعني، بحيث هو طبيعته كده. بس انا بحط اللمبه دي ساعتين في اليوم، اول ما اقلق كده الساعه 11 بالليل 12 بالليل اولع اللمبه دي ساعتين 3. ليه بقى؟ لما بتولع اللمبه دي ساعتين 3 الحمام بيغير مكانه،
فرد مثلا واقف في مكان ما هو شايفه، فرد عايز يكسر النتايه بتاعته، بتعمل له عمليه ايه، عمليه استيقاظ كده. يقوم الحمام يشوف هو فين. زغاليل مثلا ممكن يكون دايس عليها كاتم عليها جامد يهويها شويه. يعني ايه، الساعتين دول بتعمل له عمليه انعاش كده. يبقى برضه انا بنصح في فصل الشتاء بالذات ان انت تحط لمبه في الغيه بتاعتك. وكمان عشان لو رحت بالليل تبص على الحمام، تقوم تبص على الحمام ولا حاجه يبقى عندك نور. دي حاجه، دي الحاجات الاحتياطات اللي انا بحطها بعملها في الشتاء. دي وقايه في الشتاء بعملها له، بحيث ان انا كده ان شاء الله ربنا يكرم ونعدي فتره الشتاء على خير. لو عملت الحاجات دي والله ان شاء الله بنسبه كبيره خالص حمامك هيبقى كويس وهتدفيه وهتراعيه. لو عجبكم الفيديو ادعوا لنا دعوه. اخوكم ابو سلمى غاوي حمام. وما تنسوش اللايك يا جماعه، حطوا لايك عشان نعرفه. لو حد عنده اي تعليق ممكن يحطه لنا، احنا بنستفاد من بعض. ممكن معلومه تكون ناقصاني تضيفوها لي. يعني عايزين تواصل، وربنا يصلح لنا ويصلح لكم الحال. والسلام عليكم ورحمه الله.